متابعة شرح الأوامر الخاصة بالرسم الثنائي. الأمر Revision Cloud. يستخدم هذا الأمر لرسم سحابة أي للمراجعة، وهي عبارة عن مجموعة من المستقيمات والأقواس من نوع بوليلاين. يمكن الحصول على هذا الأمر من قائمة درو المنسدلة، وذلك باختيار الأمر Revision Cloud. بعد تفعيل هذا الأمر نقوم برسم مجموعة من الأقواس كما هو ظاهر أمامنا، وهي عبارة عن أقواس متصلة يتم التقاط النهاية مع البداية. الأوامر الثانوية الخاصة بهذا الأمر وهو الأمر Arc Length. من المعلوم أن أمر Revision Cloud يظهر في بداية هذا الأمر طول الأقواس الخاصة والمستعملة في الرسم. فمثلا يظهر لدينا Minimum Arc Length وهو الطول الأدنى لمجموعة الأقواس المرسومة، والخيار Maximum Arc Length وهو الطول الأقصى لمجموعة الخيارات والأقواس المرسومة. يجب أن لا يزيد الطول الأقصى عن 3 أضعاف الطول الأدنى. باختيار الأمر Arc Length، وذلك باختصاره حرف الآر ثم الضغط على الزر Enter، يظهر لدينا أن نحدد هنا قيمة طول الأدنى للأقواس وليكن 50، والطول الأقصى للأقواس وليكن 150، ثم نقوم بالرسم. الجزء الثاني من شرح الأمر Revision Cloud. بعد أن قمنا في الدرس السابق برسم هذا الأمر وذلك بالضغط على اسمه، ثم نقوم بنقل نقطة في شاشة الرسم والبدء برسم مجموعات الرسم الخاصة بالأقواس. يتم إغلاق البداية مع النهاية، وذلك بالوصل فيما بينهما تلقائيا. أما بالنسبة للأمر الثانوي Object، يستفاد من هذا الأمر وذلك لتحويل عناصر مرسومة مسبقا إلى طريقة الرسم الخاصة بRevision Cloud. فمثلا باختيار الأمر Rectangle نقوم برسم مستطيل في ساحة الرسم، ثم نختار الأمر Revision Cloud ونضغط على الاختصار الخاص بالأمر الثانوي Object وهو حرف الO، ثم الضغط على زر Enter. نختار العنصر المراد تحويله وليكن المستطيل، ثم يظهر لدينا سؤال ينص هذا السؤال على ما إذا أردنا تحويل جهة الأقواس إلى الجهة العكسية أو الداخلية، نجيب بيس أو بنو. بالضغط على الزر Enter يتم بالإجابة على السؤال الموجود ما بين القوسين الخاص بهذا الأمر. متابعة شرح الأوامر الخاصة بالرسم الثنائي الأبعاد. الأمر SB-Line. يمكن اختيار هذا الأمر من قائمة درو الخاصة بالأزرار أو من شريط الأدوات المنسدلة بالضغط على كلمة درو، ثم من القائمة المنسدلة نختار الأمر SB-Line. يستخدم هذا الأمر لرسم خط منحني يتم تحديد فيه مجموعة نقاط يمر الخط فيها، ثم نحدد ميل المماس في نقطة البداية ونقطة النهاية. اختصار هذا الأمر الأحرف SBL أي 3 أحرف الأولى من اسم هذا الأمر. المثال الأول على اسم هذا الأمر وخصائصه كالتالي. بعد أن قمنا باختيار الأمر وتنفيذ الاختصار الخاص به من شريط إدخال الأوامر Command، نضغط على زر Enter فيتم تنفيذ الأمر. نقوم بوضع إحداثيات النقطة الأولى لهذا الأمر ولتكن 25.30، ثم النقطة الثانية ولتكن 50.50. هذه الإحداثيات ليست إحداثيات إجبارية لرسم الأمر، إنما يمكن على المصمم اتخاذ إحداثيات خاصة بالرسم الخاص به، إضافة إلى أنه يمكن تحديد الإحداثيات وذلك بالنقر بزر الماوس على المكان المطلوب. الإحداثية التي تليها وهي النقطة 80.25، 120.60، وأخيرا 185.30. بالضغط على زر Enter مرة أخرى ثم مرة ثالثة يتم فصل الأمر.
متابعة شرح أوامر الرسم المتعلقة بالأوامر الثنائية الأبعاد. الأمر ELYBASE، اختصار هذا الأمر الحرفان EL كما هو ظاهر أمامنا من شريط إدخال الأوامر Command. يمكن الوصول لهذا الأمر من شريط الأزرار الخاصة بالقائمة Draw، وذلك بالنقر على الزر الخاص لهذا الأمر، أو من شريط القوائم المنسدلة Draw نختار الأمر الخاص به، وذلك من القسم ELYBASE. يظهر لدينا قائمة منسدلة أخرى. في هذه القائمة يتم تحديد الأوامر والمفاتيح الثانوية الخاصة لهذا الأمر. يستفاد من هذا الأمر في رسم قطع ناقص بإدخال اختصار هذا الأمر، وذلك من القسم Command والضغط على الزر Enter يتم تنفيذه. المثال الأول لهذا الأمر: نقوم هنا برسم قطع ناقص اعتمادا على تحديد إحدى القطرين وطول نصف القطر الآخر. أولا، بعد تنفيذ الأمر نقوم بإدخال القطر الأول وليكن القطر الأكبر، إما وبواسطة الإحداثيات أو بواسطة الماوس، وذلك بصورة حرة. ثم نحدد قيمة إحداثيات أو طول نصف القطر الأصغر. كما نلاحظ كانت هذه إحدى الطرق الخاصة برسم القطع الناقص. الجزء الثاني من شرح أمر الرسم الخاص بالقطع الناقص ELYBASE. نختار هذا الأمر ونلاحظ وجود أوامر ثانوية خاصة بهذا الأمر. نقوم أولا في هذا المثال برسم قطع ناقص اعتمادا على تحديد إحدى القطرين أو زاوية دوران المستوي الذي يحتوي هذا القطع. أولا، نقوم بإدخال إحداثيات النقطة الأولى ولتكن مثلا 100.20، ثم الضغط على زر Enter. ندخل الإحداثية التي تليها وهي القيمة 210.45، فيتم تحديد إحدى القطرين. نقوم الآن بالضغط على الأمر الثانوي Rotation، وذلك بالاختصار الخاص به وهو حرف R. ندخل زاوية دوران هذا القطع ولتكن الزاوية 35، فيتم تحديد القطع الناقص كما هو ظاهر أمامنا من شاشة الرسم على زاوية دوران 35. المثال الثالث لرسم هذا الأمر وهو رسم قطع ناقص اعتمادا على تحديد مركز القطع ونقطة على إحدى القطرين وطول نصف القطر الآخر. أولا، نختار أمر ELYBASE، ثم نقوم بإدخال الأمر الثانوي Center وهو حرف C، ثم الضغط على الزر Enter. ندخل قيمة 60.120،